السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير في أفضل حال. في هذا الشريط بحول الله تعالى سنستعرض فيه القنوات الناقلة لمباراة اليوم، خاصة مباراة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك مباريات من كأس ملك إسبانيا، وكذلك مباريات من دوري أبطال إفريقيا، خاصة مباراة آه، جيش الملكي ضد مانيما الكونغولي، كذلك مقابلة الرجاء الرياضي البيضاوي ضد ميلودي جنوب افريقي، كذلك مباراة من الدوري الايطالي، وكذلك مباريات من الدوري التركي. اليكم مباراة المقابلة الأولى من كأس ملك إسبانيا بين هويسكا ضد ريال بيتيس. ستلعب الساعة 3:30 بتوقيت المغرب والجزائر، وتمس الساعة 2:30 بتوقيت غرينتش. المهم قال على قناة التلفزيون الساعة التعليق عائد العسيسي. القنوات المجانية هناك ماتش تي في الروسية. بالنسبة للقنوات الشريك هناك موفيستار كوبا ديل ري الإسبانية، موجودة على قمر أسترا 19.2 شرقا، تحت تردد 10,818 فيرتيكال 22,000. تفتح بسيرفر سيسي كامل مجاني والفوليفر. نفس الشيء قناة سبورت ديجيتال ألمانيا، موجودة على القمر أسترا 19.2 شرقا، تحت تردد 11,186 فيرتيكال 22,000. كذلك نفس الشيء يقال على سبورت ديجيتال، موجودة على الاتصالات 9 شرقا. وكذلك هناك قناة سبورت تي في البرتغالية، موجودة على قمر هسباس 30 غربا، تفتح بسيرفر الفوريفر. هناك سبورت تي في الثانية التشيكية، موجودة على الاتصال 16 شرقا. هناك سبورت تي في الثانية التشيكية، موجودة على الأسرة 23.5 شرقا. كذلك سبورت تي في الثانية التشيكية، موجودة على قمر الطور 0.8 غربا. وكذلك هنا سبورت تي في الأولى المجرية، موجودة على قمر الطور 0.8 غربا. كذلك هناك قناة ماتش تي في الروسية، وكذلك ماتش فوتبول الثانية الروسية. بالنسبة للمقابلة الأخرى بين تيرينيفي ضد أوساسونا، ستلعب الساعة 4:30 بتوقيت المغرب والجزائر، وتنس الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش. باسم المباراة منقولة على قناة التلفزيون السعودي، تعليق عبد العزيز الزيد. قنوات التشريك هناك قناة موفيستار ليغا الإسبانية، تفتح بسيرفر فوريفر أو سي كام المجاني. هناك تي في سبورت البولندية، الموجودة على رقم الهوتبر 13 شرقا، تحت تردد 11,449 أوريزونتال 27,500، تفتح بسيرفر السيسي كام المجاني. أرينا سبورت الثالثة الكرواتية، موجودة على الاتصال 16 شرقا، تفتح بسيرفر الفوريفر، تردد 11,512 أوريزونتال 30,000. مقابلة أخرى من كأس ملك إسبانيا بين ألميريا وأشبيلية. المباراة منقولة على التلفزيون السعودي، تعليق محمد الخامسي. قناة تشينغون موفيستار ليغا الإسبانية الثانية، سبورت تي في السادسة البرتغالي، أرينا سبورت العاشرة كرواتيا، وماتش فوتبول الثانية الروسية. بالنسبة للمقابلة الأخرى بين باربا سترو ضد برشلونة، المباراة منقولة على التلفزيون السعودي، تعليق حاتم بطيشة. هناك مقابلة ماربيلا أتلتيكو مدريد، ستلعب الساعة 9:30 بتوقيت المغرب والجزائر، وتنس الساعة 8:30 بتوقيت غرينتش. المباراة منقولة قناة اس سي الأولى أشدي، تعليق فهد الريشي. قنوات مجانية إيريفارزيش الإيرانية، برسيانا سبورت الإيرانية، برسيانا سبورت. المهم هادو هما القنوات المجانية الناقلة لمباراة ماربيلا ضد أتلتيكو مدريد. قنوات الشينغ هناك قناة تيفي لا أونو الإسبانية، موجودة القمر أسترا 19.2 شرقا، تحت تردد 11,038 فيرتيكال 22,000. كذلك هناك القناة البولندية والبرتغالية، وهكذا هذو من القنوات الناقلة لمباراة كأس ملك إسبانيا. ونفس الشيء يقال لنا قناة مباراة لو كرينيس إنيس ضد أتلتيكو بيلباو، مباراة منقولة على قناة اس سيكسترا، واحد منطلق فدلنزي. ننتقل إلى دوري أبطال إفريقيا الجولة الرابعة. المقابلة الأولى بين يانغ أفريكان ضد ما تي بي مازيمبي. المقابلة الثانية أورلاندو بايرتس ضد أستاد أبيتشان. المقابلة الأخرى الرجاء الرياضي البيضاوي ضد ميلودي سان داونز الجنوب أفريقي. المقابلة الأخرى بين الجيش الملكي ضد مانيما يونيون الكونغولي. المباراة منقولة على قناة بيان سبورت الخامس أشد التعليق أحمد عبده. قنوات مجانية كان الرياضية تي أنتي موغوكو، الرياضية تي أنتي موغوكو. قنوات شريك هناك قنوات البيان سبورت العربية. كأس الخليج،
العربي بين سلطنة عمان ضد البحرين. الدوري الإنجليزي ممتاز، توتنهام ضد نيوكاسل المقابلة الأولى. المقابلة الثانية مانشستر سيتي ضد ويست هام يونايتد. كريستال بالاس ضد تشيلسي. مباراة مقولة على قناة بين سبورت الثانية تليق حسن عيدروس. قناة المجاني هناك فرزيش الطاجيكستانية إيرانية وهكذا. أستون فيلا ضد ليستر سيتي. المقابلة ستلعب الساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر، وتونس الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش. بورنموث ضد إيفرتون. ساوثهامبتون برينتفورد. برايتون ضد أرسنال. الدوري الإيطالي فينيزيا إمبولي. فيورنتينا ضد نابولي. هيلس فيرونا ضد أودينيزي. الدوري الفرنسي سان تيتيان ضد ريمس. ليل ضد نانت. ليون ضد مونبولييه. بالنسبة للمباراة المقولة على قناة بي ان سبورت اتش دي الرابعة تعليق انه في الباشين القنوات المجانية هناك قناة التي في 5 موند او المغرب نيسات بادر، وكذلك على أسطرة 19.2 شرقا، والطور 0.8 غربا. بالنسبة لقنوات الشريك هناك قنوات عديدة ناقلة هذه المقابلة، من بينها ديزاين أولى الفرنسية، ديزاين الثانية الألمانية، قناة بلو سبورت الثانية أفريكا، إليفن سبورت البولندية، إليفن سبورت البولندية وهكذا. بس المقابل ديال الدوري البرتغالي بين بنفيكا سبورتينغ براغا. بالنسبة للمقابلة الأخرى بطولة الوطنية المغربية حسنية أكادير ضد شباب السودان. القنوات الناقلة كاين الرياضية موغوكو، رياضي موغوكو، النساء 7 غربا، هوتبر 13 شرقا، تسعة 21 شرقا. المغرب تطواني ضد الوداد الرياضي البيضاوي. الدوري التركي بين غالطا سراي ضد جوز تيبي. قناة الشينك هناك بين سبورت ماكس 6 الفرنسية، سبورت تيفي الرابعة البرتغالية، وكذلك سبورت تيفي الثانية المجرية، وماتش فوتبول الروسية. بالنسبة لبيان سبورت السادسة الفرنسية أصدرت 19.2 شرقا تحت تردد 11856، فيرتيكال 29700. سبورت تيفي الرابعة البرتغالية موجود رقم نسبة 30 غربا تحت تردد 12360، أورزنتال 27500. هذوما المباريات اليوم. من دور التركي جالتا سراي ضد كذا، المغرب تطواني الوداد البيضاوي. الدوري البرتغالي كاين مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، دوري ابطال افريقيا، وكذلك كاس الملك اسبانيا. نعم، جيش الملكي ضد مانيما اليونيون. مباراة مقولة على قناة بين سبورت الخامسة. تعليق أحمد بن. بالنسبة للقنوات المجانية هناك الرياضية تي أنتي موغوكو 921.5 شرقا تحت تردد 11189، هوريزونتال 9690. وكذلك هناك تردد غير مكتوب هنا، هو تردد على قمر بدر 26 شرقا. تقنية خص يكون عندك الجهاز فيه تقنية أو خاصية الميلستريم أي البث الرقمي. تمام، هذا هما المباريات.
ديال دوري أبطال إفريقيا. نكتفي بهذا القدر، لا تنسون بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم أي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.